السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكلي محبط صح؟ النهاردة شكلي كده كل اللي يشوفني يقول لي انت مالك حزين ليه كده، او مين مضايقك، او ايه اللي مضايقك. هو انا متضايق من كذا حاجة، فقلت اطلع كده افضفض معاكم شوية. فنزاتي حبايبي. آه، انا عايز اعمل مشروع. آه، المشروع ده لتربية دودة الأسد. تمام. فقلت، بحثت كتير في الموضوع ورحت وزارة الزراعة نفسها وكده وحجزت معاهم دورة علشان اخد خبرة في الموضوع يعني، لانه مفيش حد هنا في القاهرة بيشتغل في الموضوع ده. تمام. فقالوا لي لازم يبقى عندي ارض علشان اعرف ازرعها شجر توت، ان هي لازم يتوفر شجر كتير عشان هي بتحتاج ورق كتير. فالمهم، عمال ادور بقالي فترة بدور على اراضي، وكلمت ناس. احنا اصلا ساكنين في منطقة كانت فلاحين، فلسه فيها بقايا اراضي يعني. تمام. فكل ما اسأل ما لاقيش، او ما يبقى واحد مثلا عنده الارض بس مش عايز يأجرها. واحد كان هينصب عليا، اللي هو ايه، الارض اصلا وقف تبع الحكومة ومديها له بالايجار، والارض هتتاخد بعد 5 شهور. فكان هيأجرها لي، او هيأجر لي جزء يعني منها يعني وكده. فاللي هو يعني كان هيظبطني. اللي هو يعني طب ليه كده يا عم الحاج؟ ليه متبقاش دغري معايا؟ ما علينا برضه، وارد، كل ده وارد. عمال طول ما انا ماشي كده لفت نظري حاجة غريبة. عمال ادور على شجر توت اصلا يكون قريب من المنطقة هنا يساعدني، مش لمجرد ان انا هعتمد عليه، ده مجرد بس كمساعدة يعني. فلقيت ان الشوارع عندنا مليانة شجر، مليانة شجر، بس شجر ولا ليه اي 30 لازمة. فقلت ايه ده؟ هو ليه الناس كده؟ يعني ليه الناس ما بتفكرش بتفكير ايجابي شوية؟ يعني انت بتجيب شجرة وبتزرع شجرة، يا اما عشان تجمل، يا اما علشان الناس تتضلل تحتها وتاخد ثواب يا سيدي، يا اما علشان التلوث والاكسجين والكلام ده كله. حلو جميل، بس ليه ما نزرعش شجر بنستفيد منه؟ فبتكلم النهارده مع حد في الموضوع ده، ربنا يجازيه خير بصراحة، لان كنت هأجر منه ارض، بس طبعا هي بعيدة جدا، واحتمال تدخل كردون مباني الحكومة برضك تاخدها عشان تكمل يعني بنى الكباري اللي ربنا ابتلنا بيها دي. الراجل طلع امين معايا وقال لي بص، هي احتمال تتاخد مننا اصلا يعني، وكمان هتتاخد منهم يا عيني. فكتر خيره ان هو طلع امين يعني. فقال لي فكنت بكلمه في الموضوع ده، بقول له انا مستغرب جدا ان احنا عندنا كمية شجر الناس زرعاها ومش مستفيدة منها. بالعكس على فكرة، ده الشجر ده بيكبر وبيحتاج بقى ان انت تقصه، وبيزهق الناس في البلكونات ساعات او لو في شوارع عمومية، ولا ليه اي 30 لازمة، مفيش اي استفادة منه. فقال لي انت عارف في الجزائر، انا كنت رحت مرة اشتغلت هناك، الراجل ده بيحكي لي بقى، فبيقول لي عندهم اتجاه قومي ان لما يزرعوا شجر يزرعوا شجر مثمر، يدي لهم انتاج. يعني يزرعوا شجر موز، شجر جوافة، شجر مشمش، شجر خوخ، شجر بتاع الجوز والحاجات دي. فاللي هو يعني قلت له ايوه، انا لما حبيت اشتغل في الموضوع، ومن كتر ما انا محتاج مكان وعاجز عن ان انا اوفر مكان، فبصيت حواليا كده قلت ايه ده؟ ليه الناس ما فكرتش تربي تعمل شجر ينفعها؟ فانا حتى جيت فكرت كده بيني وبين نفسي، قلت وانا لو كنت يعني هزرع شجر، ممكن كنت ازرع شجر لمجرد الزينة. فوالله قلت لا، بالعكس، انا اكيد كنت هزرع شجر استفيد منه يعني. عارفين كمان في حاجة فكرت فيها بعد كده، انه لو الواحد مثلا هيزرع شجر مثمر زي ما بنقول، شجر تفاح، شجر جوافة، شجر توت، شجر اي حاجة من الحاجات دي، انت كده كده بتزرعها صدقة، انت بتزرعها لله يعني، حد يتضلل تحتها. ممكن تبقى انت سبب
في ان واحد مش لاقي ياكل ولا ياكل عياله ياخد الثمر ده ويبيعه يكسب منه، وتبقى انت سبب في كده. فانت كده خدت ثواب اكبر. يعني لو هنتكلم بقى من الناحية الدينية، انت خدت ثواب اكبر، عملت حاجة فيها فايدة فعلا. فدت ناس، فكيت كرب ناس. تمام. واحد زي حالاتي بيدور على شجرتين تلاتة توت، كان هيبقى ليه صرفة، كنت هتصرف. تمام. فاللي هو بجد عايزين نعمل كده، وهتكلم فيها ان شاء الله في اللايف اللي جاي. عايزين نعمل حملة. وعلى فكرة انا لقيت حد النهاردة، اختي كانت بتقول لي النهاردة وانا بتكلم معاها في الموضوع، متضايق بصراحة. فبتقولي على فكرة الحكومة كانت عملت من فترة توعية بالكده، يعني لما نيجي نزرع شجر، نزرع شجر مفيد، شجر يثمر. تمام. فقلت طب حلو، طب ما ده اتجاه الحكومة وده اتجاه يبقى ما يلا ما تيجي نعمل ده. انا عن نفسي باذن الله اول بس ما افوق من ان انا بدور على مكان اعمل فيه المشروع بتاعي، انا ناوي فعلا اعمل كده، عشان ما بقاش بتكلم وخلاص. بصراحة ناوي ان انا اجيب على قد ما اقدر بقى كام شجرة، ازرعهم في اماكن مختلفة، لفايدة الناس. اللي عايز بقى يستفيد منها يستفيد لله. وعلى فكرة كنا بنسمع في القصص القديمة كده ان مثلا واحد عنده حديقة بيزرع بره الحديقة شجرة لله، الناس تاكل منها كده، اللي رايح واللي جاي ياكل منها. تمام. ف... فقلت ان شاء الله باذن الله انا يعني هعمل ده، عشان ما بقاش انا بقول حاجة وما بعملهاش على الاقل يعني، وان شاء الله اخد ثوابها. فيا ريت يا جماعة بجد اللي يتفرج على الفيديو ده نتكلم مع بعض فيه. نفسي الناس بتاخد المعلومة وتسكت عليها، يعني نفسي بقى الناس لا نتكلم مع بعض فيها. يعني ن ن ن ننشر الحاجة اللي ممكن تبقى فيها فايدة للناس. تمام. آه، دي الحاجة التانية برضو، يا ريت يا جماعة ما نبقاش سلبيين ونصدر طاقة سلبية كمان للي قدامنا. يعني ايه؟ يعني احنا يعني بنحبط الناس اللي عايزة تعمل حاجة. يعني انا بتحصل لي دايما على فكرة، لما اجي اعمل حاجة، انا عملت مشاريع كتير والحمد لله بفضل الله بفضل الله كلها نجحت. ما كملتش لاسباب معينة مرتبطة يا اما بالسوق يا اما بحالتي انا الصحية. تمام. بس نجحت، نجحت قوي. كنت مبسوط ان انا خدت الخبرة بنفسي، مش حد اللي اداهالي، بفضل الله طبعا. تمام. ف نجحت والحمد لله بفضل الله. كنت باخدها تحديات كده. ليه؟ الناس بتحبطني، يا عم وانت لسه هتعمل كذا وتسوي كذا طب انت هتوفر مكان فين؟ طب انت يا عم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليقل خيرا او ليصمت. اصمت بدل ما تحبطني وتديني طاقة سلبية وتخليني ابقى سلبي زيك. لا، ربنا معاك، ربنا يقويك. انا مش طالب منك انك تساعدني وتنزل تدور معايا، بس يعني ادعي لي دعوة حلوة، مش عايز اكتر من كده والله. ربنا يوفقك، ربنا يقويك، ربنا يجعله خير ليك، لو في خير ربنا ييسره لك. اي حاجة من الحاجات دي، مش اللي هو ايه، ياه هو انت لسه هتدور، هو انت لسه مش عارف ايه. يا عم لو الموضوع سهل ما كان غيرك عمله. انا مالي بغيري، انا ليا بنفسي. انا لما عاوز اعمل حاجة اقعد ادعبس كده وانخرب فيها لغاية لما ان شاء الله ربنا يوفقني فيها. انا بعمل كده والحمد لله ما بتأثرش بالكلام، بس يعني ما بتأثرش ان انا ابقى سلبي زيهم. بس طبعا انا بتأثر بالطاقة دي، بالطاقة السلبية دي. يعني انا مودي وحش بسبب كده، بسبب ان انا مش لاقي طاقة ايجابية حواليا خالص خالص. يعني واحد برضو النهاردة بيكلمني بيقول لي طب ما تقول لي على فكرة من افكار المشاريع. قلت له هتعملها؟ انت مش هتعملها ليه؟ انا ببقى عارف نمط الشخص اللي قدامي. هتقولوا لي ايه ده؟ طب ما انت كمان بقت طاقه بتصدر له طاقه سلبيه. قلت له لا، انا اقول لكم لا،
لان انا في نفس المكالمة اثبتت له ان هو مش هيعملها. بمعنى قلت له هقعد اكلمك واشرح لك واقنع فيك، وهحرق انا بنزين على الفاضي، وفي الاخر انت هتروح ضاحك وهي لما ابقى فاضي ابقى اعمله بقى. وفعلا والله العظيم انا خليته في نفس المكالمة يعمل نفس اللي انا قلته، اللي هو ايه، هو انا لسه هعمل، هو انا هسيب شغلي علشان اعمل مشروع؟ قلت له انا ما قلتلكش سيب شغلك عشان تعمل مشروع، انا بقول لك وفق ما بينهم. اللي هو يعني اللي هو انا استحملت السخافة وطريقة مش حلوة في المكالمة، اللي هو ايه، هو مش قصده، انا عارف هو مش قصده، بس ما هو انت مش شرط اللي انت بتتكلم بالاسلوب ده مش هتضايقني بيه. يعني انا لما اقعد اتكلم معاك في موضوع بجد والاقيك انت عمال تهزر وتضحك، اكيد دي حاجة تضايق. يعني حط نفسك انت مكاني كده، لو بتتكلم في حاجة وتلاقي اللي قدامك عمال يهزر، هيحسسك ان انت ايه، بتتفه من كلامه، اللي هو اكيد هتتضايق. بس انا ما بينتلوش اصلا ان انا متضايق. ان شاء الله هو اكيد هيسمعني في الفيديو ده وياخد باله بقى بعد كده، او هيزعل مني بقى معرفش. بس عارفين انا في ناس ساعات بتقول لي هو انت جد قوي ليه كده، فبقول معرفش، يمكن اكون انا جد زيادة عن اللزوم. بس لان انا عايز استثمر حياتي طول الوقت، عايز لما امشي من الدنيا ابقى سايب حاجة حلوة، او ابقى عملت لنفسي انا حاجة كويسة. عايز لما اكبر في السن، لو ربنا قدر لي ان انا اكبر، يعني اعيش وانا كبير في السن يعني، اما راجع شريط حياتي ما ندمش، ما اقولش ايه ده انا ضيعت حاجات كتير قوي، انا عملت حاجات حلوة. فعشان مطولش عليكم اكتر من كده، انا عارف ان الفيديو طويل ورخم، سامحوني، بس بجد نفسي افضفض من حاجات كتير قوي. الكام يوم اللي فاتوا دول ادوني طاقة سلبية من كل الناس اللي حواليا، او من اغلب الناس يعني اللي حواليا، اللي هو ايه، انت لو مش هتقدر تقول كلمة طيبة اسكت، ادعي لي يا عم دعوة حلوة بالله عليك، ما تحرقش على الفاضي. يعني ما تتعبنيش على الفاضي، ما تصدرليش طاقة سلبية وخلاص. تمام. حاجة كمان نفسي فيها قوي، نفسي شباب يتجمعوا كده ويعملوا حاجة مع بعض. انا ما بحبش المشاركة بصراحة، بس لو هتبقى بنفس الروح دي هتبقى حلوة. يعني شباب في عمارة مع بعض يفكروا في حاجة ويعملوها سوا، عشان لما ينجحوا ينبسطوا، يحسوا انهم عملوا حاجة مع بعض، شركاء النجاح. تمام. يمكن انا اكون تفكيري افلاطوني شوية، بس ليه لا، ليه ما يحصلش اصلا، ليه؟ وفي نفس الوقت اكيد هيقابلهم عقبات، مفيش حاجة اصلا يا جماعة والله بتيجي بالساهل، لازم يبقى في عقبات، ولازم يبقى في مشاكل، ولازم يبقى في كل شوية تقابل حاجة وصعوبة او مشكلة وتحلها، ده طبيعي. بس الاحلى بقى لما تحلها، لما تحس ان انت اتحديت ده كله ووصلت في الاخر، تحفة. احساس انا جربته، بس للاسف والله جربته لوحدي. انا تعبت من كتر ما انا بعمل كل حاجة لوحدي، دي تعبت من متعبة مرهقة، وانا تعب نفسي على الفاضي. وبدأت اعاني من ده فعلا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد تعبي والكلام ده كله. حتى انا دلوقتي بعاني من حاجة جديدة، يعني بعاني من قلة التركيز، ومعرفش ده حاجة مرضية ولا حاجة بسبب الأعباء والضغوط اللي عليا طول الوقت، ان انا شاغل نفسي بحاجات كتير قوي طول الوقت. ف معرفش ده ايه، اروح لدكتور بقى يقول لي ده ايه بالظبط. بس انا اقصد يعني انه ليه ما يبقاش اتجاهنا ايجابي؟ شباب في عمارة يفكروا مع بعض، شباب في شارع واحد يعني يفكروا مع بعض في منطقة واحدة، ليه ما نبقاش كده؟ بفرح قوي لما بلاقي ولي امر عندي بيشجعني على فكرة حلوة اعملها مع الولاد، بفرح جدا. وبزعل قوي، بتضايق قوي 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 لما بقترح اقتراح على ولي امر ويرفضه. هو حقه طبعا ان هو يرفضه،
بس انا بيني وبين نفسي بقعد اقول لنفسي هو رفضوا ليه؟ ما ما ده هيفيدنا كلنا، يعني هيفيد ابنه او بنته، هيفيدني انا، هناخد ثواب مع بعض. آه، هنعمل حاجة حلوة، حاجة إيجابية، فليه ما نعملش ده؟ يعني مثلا أنا لما عملت فيديو مع عمار كنت مبسوط جدا، كنت مبسوط قوي، ومن رد فعل الناس حتى على الفيديو. آه، والولد نفسه كان مبسوط قوي، حاسس إن هو عمل حاجة حلوة. كنت مبسوط جدا من إن باباه ومامته شجعوه على حاجة زي دي، إن هو عمل حاجة مفيدة في سنه الصغنن ده. أي نعم أنا عاقبته الاسبوع ده، حقيقته، وقلت له مش هنصور غير لما تبقى كويس، عشان هو عمل كام حاجه كده مش كويسه، اثر يعني في حاجات عنده وكده. فقلت له مفيش تصوير، زعل قوي زعل قوي. وباباه ومامته بصراحه الف شكر ليهم، ان هم فعلا كانوا عندهم الاتجاه ده، ان هم ليه لا، ليه ما نخليش ولادنا يعملوا حاجه حلوه، حاجة جديدة، حاجة مختلفة ومفيدة، ليه ما نستفيدش كلنا مع بعض؟ أنا ابني هيستفيد، وفي نفس الوقت المستر بتاعه عنده هدف هيوصل له، تمام. وتحت إشراف، يعني مش كده، مش سبهللة يعني. فدي حاجة كانت بصراحة مضايقاني قوي، إن هو ليه إحنا مش إيجابيين أصلا في المطلق. ليه دايما بنفكر تحت رجلينا، او ليه دايما بنفكر بسلبية؟ معرفش بجد. بقعد طول الوقت افكر في الموضوع ده، وده برضك بيضغطني انا نفسيا يعني. انا اسف، طولت عليكم قوي، دخلتكم في مهاترات كده. بس يمكن محتاجة افضفض شوية، وانتوا بقى فانزاتي، يعني للي لسه مكمل معايا الف شكر. أه طلب اخير بجد، يا ريت بلاش سلبية، يا ريت لما نعمل حاجة نعملها صح، نعملها بإيجابية. يا ريت لما نيجي نتكلم مع حد، أو حد بيتكلم معانا في حاجة، أو بيفضفض لنا في حاجة، أو بيحكي لنا عن حاجة، نفكر إزاي هنفيده. لو مش هنقدر نفيده، نقول له دعوة حلوة، أكتر من كده. قولوا له دعوة حلوة، على الأقل تبقى دي أقل حاجة إيجابية عملتوها معاه، تخليه يعرف يوصل للي هو نفسه فيه، زي حالتي. اشوفكم او نتقابل يعني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع الف سلامة.